السلام عليكم. معكم ميس منال محمود ومكملين معاكم سلسلة الحروف اللي كنا بدأناها، ومعانا النهاردة حرف الجي. جي اسم الحرف جي. جي جي خدتوا بالكم زي نطقت برضو زي دال صغيرة كده قبل الحرف، تمام؟ بس مش بنظهرها قوي، تمام؟ وزي جيم متعطشة. ده حرف الجي من الحروف السهلة والجميلة في نطقها، واللي مش بتلخبط زي بقية الحروف اللي بيبقى ليها كذا صوت وبتلخبطنا في الكلمة. اسمه جي. اسمه جي. ده اسم الحرف. صوته في الكلمة بقى يا جماعة ج ج ج ج ج جام. ج ج جام. ج ج جاكيت. ج ج جاكيت. جام وجاكيت. جام يعني مربى، وجاكيت يعني جاكيت. تمام. تعالوا ناخد مع بعض ازاي نكتب حرف الجي. دول يا جماعة سطرين الانجليش الاساسيين، نعتبر ان دول المين لاينز او السطرين الاساسيين بتوع الانجليش اللي احنا هنكتب عليهم. تمام. هنبتدي من السطر الثالث الوهمي اللي قلنا هنتخيل ان في سطر ثالث وهمي. هنبتدي من فوق ونعمل زي خط مستقيم نازل بانحناء، وهنعمل شرطة في السطر الثالث كده. كمان مرة من اول فوق خالص السطر الثالث ننزل 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 تحت ونعمل شرطة كده. واخر مرة زي برضو حرف اللام كده شبيه لحرف اللام، وانحناء بسيط طلع معانا وشرطة كده. ده الجي الكابيتال. تعالوا نكتب الجي سمول. الجي سمول هتبقى دول سطرين الانجليش. المرة دي مش هنطلع من اول فوق، لا هنكتب من اول السطر اللي في النص ده. مش هكتب من السطر اللي فوق زي الجي دي، هكتب من السطر اللي في النص، او خليها جنبها برضه عشان تبقوا شايفين المسافات. من السطر اللي في النص ده وهننزل للسطر الرابع الوهمي ونحط نقطة كده. يبقى احنا بدأنا الجي كابيتال من فوق، السطر فوق. هنبدأ الجي سمول هتبقى السطر اللي تحتها اللي هو من المين لاينز السطور الأساسية في الانجليش. تمام اهو، وانحناء بسيط برضو ونقطة بدل الشرطة اللي في الكابيتال. سمول هيبقى نقطة اهو. كمان مرة the last time او اخر مرة حرف لام اهو برضو ونقطة فوقيه. وده كان حرف الجي. استنوني هناخد في الفيديو الجاي حرف الكي.